حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم تورتايه بسكوت سهله جدا بالمانجا والشوكولاته. هنشوف معانا المكونات انا عشان تعملي لاولادك اي حاجه حلوه وجميله وسهله، مفيهاش اي حاجه صعبه. هنجيب كده البسكوت، اي بسكوت ساده انت تحبيه، هتكسريه بشكل عشوائي كده في البوله كده يا حبايبي. هنكسر بقى البسكوت اللي معانا كله كده اهو، خطوه خطوه مع بعضينا، واوريكم وهتاكلوا احلى تورتايه انت عاملاها بايدك وحاجه نظيفه وسهله بدل ما تروحي تجيبيها غاليه. اي نوع بسكوت عندك في الثلاجه انت تشتريه رخيص مش هتفرق، هي في الاخر النتيجه بتبقى جميله جدا. هنكسره كده وجايبين المانجا طبعا معانا احنا مفرزينها. الحاجه اللي انت بتفرزيها بتنفع، يعني الحاجه في اوانها وهي رخيصه خليكي شاطره وهاتيها. مانجا، توم، فلفل، اي حاجه وهي في اوانها بتبقى رخيصه، لما بتمشي بتتباع غاليه جدا بتضطر تشتريها برضه. كده احنا يا حبايبي عملنا البسكوت كده زي ما انتم شايفين. جبنا بقى معاه اوريو، بسكوت اوريو هنكسره برضه عليه، بس هنسيب جزء ايه للتحليه من فوق اهو. عملنا كده، خليكم معايا يا حبايبي كده خطوه بخطوه. طبعا احنا قبل ما نقلبها اوريكم الخطوه دي. احنا جبنا الصينيه بتاعتنا اللي هي ايه بتتشال عشان تبقى سهله، بس انا عملتها قبل كده حطيت ورق زبده لزقت، فانا حبيت اوريكم الطريقه دي. هتجيبي كيس من اكياس الفريزر، هنفتحه كده وهنحطه، هنروح قافلين الصينيه عليها. طبعا الصينيه بتتقفل، احنا هندخلها وهوريكم هنقفلها ازاي. هنحط الكيس الاول كده وهتروح منزلين دي جواها اهي كده. خليكم معايا ثواني يا حبايبي. لا، هنحط الكيس من فوق، احنا عايزين الكيس هو اللي جوه عشان ايوه بالطريقه دي، عشان احنا هننزل الخليط فيها. هنركن بقى دي دلوقتي وتعالوا نعمل مع بعض الخليط كده. معانا كده البسكوت زي ما اتفقنا، وادي المانجا، وطبعا الكريم شانتيه اهو معانا. انا عملته في اللبن المثلث زي ما انتم شايفين، لان احنا هننزل بنص الكميه كده على البسكوت ونسيب النص هنزين بيه اهو يا حبايبي. ونقلب، هتقلبي كده وهنحط مانجا عليها، لان احنا قلنا ايه هي تورته مانجا اهو شايفين كده. وهنقلب المانجا بالكريم شانتيه بالبسكوت، كل المكونات دي في الاخر بتتجمع مع بعضها بتبقى جميله جدا وطعمها حلو. كده يا حبايبي قلبناها. هننزل بقى بالخليط كده زي ما انتم شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بيه كله كده في قلب الصينيه ونفرده، وفرديه كده في الصينيه كلها، بتبقى جميله جدا وطعمها ما شاء الله عليه في الاخر بيبقى طعمها حلو قوي. حاجه اتعملت في ثواني، ولا خدت وقت ولا فرن ولا مجهود. يعني زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هنسويها كده ونضغط علشان خاطر ايه تبقى متساويه. بعد كده بقى هننزل ايه بكميه الكريم شانتيه بتاعتنا عليها كلها اهي، ونفردها عليها برضه. ولسه هنحط المانجا، طبعا احنا هنخلصها وهندخلها الفريزر عشان ايه تمسك. هننزل بالكريم شانتيه كله. شايفين يا حبايبي الطبقه دي. هننزل بقى بعد كده بقطع الشوكولاته، لو عندك، مش عندك مفيش مشكله، عشان خاطر ايه احنا بنزينها. طبعا انا عندي شوكولاته ببقى شايلها دايما في الفريزر، وقت ما احتاجها بلاقيها. عندك شوكولاته شيبس الصغيره حطي مفيش مشكله برضو، تبقى طعمها حلو. اي شوكولاته عندك متاحه حطي. بعد كده هننزل بقى ايه بالمانجا فوق الوش، لان هي ايه احنا بنقول هي بالمانجا
بالمانجا، لو بالشوكولاته هنبين الشوكولاته فوق الوش. هننزل بقى كده ايه بالمانجا. طبعا احنا مقطعين المانجا وشايلينها زي ما انتم شايفين كده قطع، علشان ايه لو عايزه تعملي كنافه، عايزه تعملي اي حاجه بيها هتلاقيها كده معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله بتبقى جميله وطعمها حلو. وطبعا الصيف بيبقى عايز حاجه ساقعه كده وحاجه سريعه، وولادك هتحبها. جربيها كده، طريقه سهله مش هتاخد وقت وطعمها جميل جدا. انا عملتها بصراحه عجبت الولاد وعلى طول بيخلوني اعملها. طبعا يا بنات اللي مشتركش في قناتي يساعدني ان هو يشترك عشان يظهر له كل جديد من اي حاجه ماما كريمه بتعملها. طبعا بقى ايه هنزين فوق الوش كده زي ما قلت لكم بالاوريو اللي احنا ايه سيبناه في الاخر اهو كده يا حبايبي. شكل بس يعني احنا عاملينها ايه عشان تبقى شكل. لما بتتجمد في الديب فريزر وبتطلع وتقطعي منها بتبقى جميله جدا اهو. شايفين يا حبايبي الشكل؟ طبعا هي كده لسه ايه طريه زي ما انتم شايفين كده. احنا هناخدها بقى على الفريزر على طول واوريها لكم لما تطلع. خليكم معايا بقى لما اوديها الفريزر. يا حبايبي خرجناها كده من الفريزر جمدت وبقت جميله. هنبدا بقى نشيلها. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو طلعنا دي، عشان كده بقول لكم حطوها في اللي زي دي عشان تبقى سهله معاكم. ودوت كده زي ما قلت لكم المشمع يتشال بكل سهوله. هي طبعا ما جمدتش قوي بس انا عايزه اوريها لكم. انا عشان اخد حته بس استعجلت، فهقطع لكم كده حته واكملها في الفريزر تاني. هي لازم تكون ايه محطوطه وتجمد معانا. هي جامده اهي ما شاء الله. ماشي يا روح، انت عشان عايز تاكل. طيب ما هي جامده اهي، ده انت مش عارفه تقطعيها. لا عارفه. اهي حته كبيره. عايز حته كبيره. انا هدوقك الاول. لا ما انا متاكد عشان تعرف اذا كانت حلوه ولا لا وتقول لي رايك ايه. اهي شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ من جوه بسكوت بكريمه بشوكولاته بمانجا، حاجه يعني مش عايزه اقول لكم. اهو بصوا كده بقى من القلب جميله. عملنا تورتايه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. اهو اوريكم بقى الطعم بقى حكايه. طبعا عشان لسه خارجه اهي. شايفين؟ ايه رايكم؟ طعمها جميل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها جميل فعلا، طعمها جميل. ادوق ابو محمد بقى عشان هو ايه. سيبيها انا هاكلها. تاكل براحتك. وحط حته تانية كمان. انت هتوزعيها مع هليله. ونقطع له حته كمان بقى عشان ما يزعلش. نقطع من هنا كده اهي. بتتقطع معانا بكل سهوله وجميله جدا حلوه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم وسهله ومش مكلفه خالص. يعني حاجه بسيطه وهتفرحي ولادك وتفرحي بيتك وحلوه ما شاء الله. طبعا ابو محمد مستعجل عشان ياكل. وريني كده. يلا كل بقى. اهي سهله يا حبايبي وجميله وجربوها هتعجبكم قوي. شايفين البسكوت والشوكولاته مع المانجا حاجه كده تحفه ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وعشان خاطر يظهر لكم كل جديد من ماما كريمه. وانا بعمل كل حاجه بسيطه في قناتي، ما بحبش اتقل على الناس. بعمل الحاجه بسيطه وسهله وبطريقتي. يعني لو طريقتي بقى ما بتعجبكوش قولي لي، بتعجبكم قولوا لي برده. بيفرحني ان انتوا بتكتبوا لي تعليقات حلوه. طبعا ابو محمد خد طبق كده وعمال ياكل اهو. يا ابو محمد ايه رايك؟ حلوه. طبعا ابو محمد عجبته قوي وبيحب نعملها له على طول لانها سهله وخفيفه، مش محتاجه عجن بقى ولا فرن ولا حاجه. لا كيكه البسكوت دي تحفه. جربوها يا حبايب قلبي. ما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك والشير. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.